السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معكم عبد الله حسن من اس اكاديمي. اهلا بيكم في درس جديد من سلسلة تعلم لغة البايثون. ان شاء الله هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة وبسيطة في البرمجة، وهي السترينج او السلاسل النصية. طب انا عايز اسأل نفسي سؤال، يعني ايه هو السترينج؟ هي مجموعة الحروف أو الكلمات اللي أنا بكتبها بشرط لازم تكون بين دبل كوتيشن أو سنجل كوتيشن. لو حضراتكم فاكرين في الفيديو اللي فات احنا كنا عملنا الفاريبلز وازاي نعرف نعرف فاريبلز، وازاي نعرف نعرف فاريبلز بطرق مختلفة، سواء كان فلوت أو كان انتجر أو كان سترينج. طيب احنا النهاردة هنسمي عندي متغير اسمه first name، هقول له equal، هنعمله بالسنجل كوتيشن وهسميه عبد الله، واجي اقول له تمام، وهاجي اقول له برنت للفيرست نيم. تمام. طيب احنا الدرس اللي فات خدنا فانكشن مهمه وهي تايب، اللي بتعرف لي النوع الفاريبلز اللي عندي. هاجي اقول له تايب لايه لفيرست نيم، واجي اقول له السترنج. طيب نيجي نعرف متغير تاني عندي اللي هو last name، هقول له equal، وليكن هنعرفه بالدبل كوتيشن، هسميه حسن. واجي اقول له run. بعد كده هقول له print ل last name. تمام. هيقول لي حسن، هقول له طيب الطيب بتاع اللاست نيم، هيقول لي string. كده الدنيا فيها مشاكل لغايه دلوقتي؟ لا. طيب الحمد لله. سواء انا عرفته بالسنجل كوتيشن او بالدبل كوتيشن، في الحالتين هو هيتعرف لي عليه البايثون ان هو string. طيب انا ممكن اعمل ايه بالسترنج؟ يعني انا عايز اعمل رساله او تحذير، اللي انا مثلا لو كتبت كده يطلع لي ايرور، او ترحيب بالشخص اللي عندي، وليكن نعمل رساله ترحيب اللي احنا نرحب بالشخص اللي هو اسمه عبد الله. هاجي اقول له print، اعمل دبل كوتيشن وهقول له ويلكم، واجي هنا اعمل عمليه كونكاتينيشن، احط البلس واحط الفيرست نيم، واجي حاطط له بلس وهقول له اللاست نيم. زي حضراتكم كده شفتوا انا دلوقتي برحب بويلكم بعبد الله حسن. طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف ازاي نربط تو سترينج مع بعض. وليكن انا عندي الفاريبلز فيرست نيم وعندي الفاريبلز لاست نيم، انا عايز اعملهم كانهم فاريبلز واحده عشان اعرف اطبعها. هعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي وليكن انا هعمل متغير اسمه result، هقول له equal ايه الفيرست نيم بلس اللاست نيم. تمام. واجي اقول له print، هاجي اقول له print للريزلت، واجي اقول له print، هيطلعها لي عبد الله حسن. طيب انا عايز اعمل سبيس ما بين عبد الله وبين حسن. هقول لك تمام، ما عنديش مشكله، يلا بينا نعمل الحركه دي. هاجي ضايف هنا بلس، واجي جاي هنا عامل دبل كوتيشن، واجي عامل سبيس، واجي قايل له برنت، واجي قايل له برنت للريزلت. فانا عملت كده عبد الله حسن. فاذا لما بعمل دبل كوتيشن فاضيه،
فبيحسبها لي على انها كاركتر، مش بيحسبها لي على انها سبيس. يعني لو جيت قلت له ده ايه، ده كاركتر بالنسبه لي عشان عملت مسافه. حلو الكلام لحد كده. وممكن بطريقه تانية، انا ممكن ما اعملش كده. انا ممكن اجي عند الفيرست نيم هنا واجي عامل كده، واجي عامل برنت، واجي عامل هنا برنت، هتلاقيها الدنيا تمام. بس احنا عشان مبرمجين فاهمين، فالحتة دي ما بتعملش معانا اي مشاكل. تمام. نرجعها تاني ونرجعها تاني. تمام. طيب نيجي دلوقتي لنقطة مهمة. يعني لو جيت عرفت وليكن انا عندي متغير age، قلت له equal 25، وجيت قايل له print اعمل هنا الدبل كوتيشن واقول له my age is طيب، واحط له age. انتوا هنا متوقعين ايه اللي هيحصل؟ هيطبع لي رسالة my age is كذا؟ لا، هيعمل لي ايرور. هيعمل لي ايرور ليه؟ لان ما ينفعش اعمل عملية كونكاتينيشن ما بين string وما بين integer عدد صحيح. طيب نحل المشكلة ازاي؟ والله المشكلة سهلة. في فانكشن عندنا اسمها string، هقول له str وافتح قوس واجي قافل القوس هنا. يبقى انا كده بحول الانتجر ده لسترينج واجي اعمل له برنت. الدنيا تمام وما فيهاش اي مشكلة. تمام كده. تمام الدنيا لحد كده. كان عندنا مشكلة في الكونكاتينيشن اللي انا اعمل ما بين السترينج والانتجر، وعرفنا نحلها عن طريق الفانكشن اللي اسمها string. تمام كده مفيش اي مشاكل معانا. دلوقتي هنعرف حاجة جديدة، ازاي اعرف طول النص اللي عندي عن طريق فانكشن مهمة اسمها len. فعشان اعرف وليكن انا عندي كام كاركترز في عبد الله حسن او الطول بتاعها، فاجي قايل له print واجي فاتح قوس وقافله واجي حاطط الدالة بتاعتي اللي هي اسمها len، واجي فاتح قوس وليكن انا عايز اعرف الطول بتاع result، فهقول له result واجي قايل له print. لو عديناهم مع بعض كده هنلاقيهم 14. حد يقدر يقول لي ليه 15؟ هقول لك لان انا قلت لك من شويه ان الكاركترز او المسافه دي بتتحسب معايا على انها حرف. تمام. طب اقول لكم على حاجه اوضح عشان نوضح الكلام ده. هقول له print، هقول له اللين وافتح القوس بتاعي وهقول له الفيرست نيم اللي هو الفيرست نيم اللي هو عند عبد الله. انا عايز اعرف هو عنده كام حرف. معاكم كده 1 2 3 4 5 6 7 8، ما فيهاش اي مسافات. المفروض يطلعها لي ايه؟ 8. ان شاء الله تكون الفكره وصلتكم وتكون وصلت لكم في عمليه الريزلت ليه هو طلعها 15، اللي هو حسب السبيس معانا ككاركترز. تمام. طيب وليكن انا عايز اطبع حرف معين عندي، وليكن انا عايز في كلمه الفيرست نيم دي انا عايز اطبع وليكن حرف الاتش بتاع عبد الله الاخراني، وعايز اطبع الايه الاولانيه. هقول له print. تمام. واجي فاتح القوس بتاعي احط اسم الفاريبلز اللي عندي وليكن هو الفيرست نيم، واجي قايل له في السكوير براكتس وليكن انا عايز اول عنصر. في السترينج او في البايثون في العموم احنا بنبدا بالاول عنصر دايما عندي بزيرو واحنا طالعين. يعني انا لو عايز عبد الله هحط له زيرو وهقول له برنت طلع لي حرف الايه. طيب انا لو عايز اعمل اخر حرف برنت هحط الفيرست نيم واحط السكوير براكتس بتاعتي. طيب
انا شايف حد هيقول لي 0 1 2 3 4 5 6 7. الكلام ده مفيهوش اي مشاكل، وهقول له برنت هيطلع لي اتش. طب تيجي نعمل بطريقه تانية، هقول له والله ماينس 1. يعني ايه؟ هو هيبدا يعد لي بالعكس. فدي طريقه اكتر لو ليكن بكره وبعده انا عندي سترينج، وليكن انا عندي سترينج مليان فانا مش عارف انا اجيب، فانا اقدر اقول له ماينس 1 هيجيب لي اخر سترينج عندي. طيب وليكن انا عايز يطبع لي عدد حروف معينه، وليكن انا عايز يطبع لي وليكن A والD ويسيب لي حرف ويطبع الحرف اللي وراه. هاجي قايل له وليكن هعمل كده، انا كده من البدايه حتى النهايه تمام، هيجي طبيعي لي عبد الله عادي. طيب انا عايز اقول له من البدايه حتى النهايه، اضيف له شرط كمان، اقول له عدي لي حرفين. هيجي طبيعي لي ايه؟ هيجي طبيعي لي شايل البي حط، هيبدا بالاي، شايل الاي هيبدا بالدي، بعد كده يشيل الاي هيبدا بالال، يشيل ال التانية يحط الاي ويخلص كده. طيب وليكن انا عايز اطبع اللي هي HASS في كلمة حسن، انا عايز اكتب HASS بس. هاجي قايل له print، افتح قوس اللي عندي last name، واجي حاطط السكوير براكتس، وليكن احنا هنعد مع بعض حسن هي ايه؟ 0 1 2 3. حلو. هاجي قايل له هنا نقطتين بتوعي، هاجي قايل له انا قلت هنا البدايه وهنا النهايه، فانا لو سبتها فاضيه كده يعني هو هيبدا لي من حرف الاتش اللي هي البدايه بتاعتي. طيب هاجي حسن انا عايز اطبع لغايه الاس 0 1 2 3، فانا هحط له ايه هنا كام؟ 3. هيطبع لي كام اس؟ هيطبع لي لغايه اس واحده. ليه؟ لان انا جيت عند اخر حاجه ووقفت، فعشان اطبع الاس التانية معايا لا انا لازم تعديها لي. تيجي قايل له 4 كده تمام ومفيش اي مشاكل، وكده حققنا وبكده الحمد لله نكون خلصنا السترينج. الخلاصة بتاعت الحاجات اللي احنا خدناها النهاردة، اللي انا ازاي اعرف سترينج اللي هو يكون بين دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن، ازاي اعمل كونكاتونيشن بين تو سترينج، وازاي اعمل كونكاتونيشن بين سترينج وانتجر، وعرفنا اللي انا ما بينفعش كده في لغة البايثون، وعرفنا اللي احنا لازم نغير الانتجر لسترينج عن طريق الدالة اللي هي str اللي هي اختصار لسترينج. ازاي اعرف طول الكاركتر اللي عندي عن طريق الفانكشن اللي اسمها لينس، وازاي اجيب اي حرف من الحروف اللي انا محتاجها او عايز كلام معين بس من السترينج عن طريق الفهرس. وبكده نكون خلصنا السترينج. لو عجبك الشرح راجع الكود بايدك وجرب تعدل عليه وتشوف النتيجة. نشوفكم في دروس قادمة ان شاء الله. لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.